السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. النهاردة اللي بتقدم لحضراتكم دروس المرحلة الإلكترونية بشكل إلكتروني، وكمان بتقدم دروس في كافة مناحي الحياة لكل الأعمار. انتظرونا إن شاء الله، مقدمين مفاجأة كبيرة في الصيف. إن شاء الله هنقدم دروس لتنمية مهارات أولادنا بحيث إنه يدخل إن شاء الله العام الدراسي الجديد وهو إن شاء الله قدرته على الاستيعاب أحسن وأعلى. المفاجأة بقى إن إحنا إن شاء الله هنقدم لكم الدروس دي وإن تقدروا تطبقوها في البيت بدون ما تحتاجوا ان انتوا تتكلفوا مصاريف. فان شاء الله تابعوا معانا، ان شاء الله تكون دروس مفيده وحصريه نقدمها على القناه. كمان دروس اللي مقدمينها في كافه مناحي الحياه اللي بتفيد الاسره في كل النواحي مستمره معانا ومكمله معانا طول السنه. النهارده معانا درس او نشيد بلادي، معانا نشيد بلادي، معانا اسئله ومعاني حصريه مهمه جدا 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 لم ترد في الكتاب الخارجي. كل الدروس اللي قبل كده احنا نزلناها على القناه، احنا درس بلادي النهارده اخر درس معانا من اول ارض النخيل لحد نشيد بلادي ان شاء الله. اللي حابب يتابعها يعمل سبسكرايب للقناه اسفل شاشه الفيديو عشان يقدر يطلع على كل الدروس وتبقى قدامه ان شاء الله، يقدر ان هو يتابعها. وكمان يقدر يتابع كل الدروس الجديده اللي بتنزل على القناه في كل المواد. اذا في اي حد عنده اي مشكله في حاجه مش فاهمها، في حاجه اقف معاه، في سؤال، في اي استفسار، يسيب التعليق بتاعه اسفل شاشه الفيديو. بفضل الله بنرد على كل التعليقات وبنجاوب على جميع التساؤلات. واذا عجبتكم الحلقه واستفدتوا منها وطلعتوا بمعلومه مفيده، اعملوا لنا لايك وشير للحلقه. النهارده معانا زي ما قلنا احنا هنحفظ المعاني والاسئله اللي موجوده في درس او في نشيد بلادي الموجود في سلاح التلميذ، بالاضافه للمعاني والاسئله اللي هنقولها النهارده ان شاء الله. هي الاسئله ويمكن سؤال واحد اللي زياده عن سلاح التلميذ، وهفهمكم ازاي تجاوبوا الاسئله بتاعه نشيد بلادي، لان الحقيقه انا حاسه ان هو يعني يعتبر اكبر نشيد الولاد اخدوه لحد دلوقتي من حيث عدد الابيات. فان شاء الله هنوري حضراتكم طريقه سهله في اخر فيديو، هنوري حضراتكم طريقه سهله تقدروا معاها ان انتوا الاولادنا يجاوبوا على الاسئله بشكل سهل جدا، وده هيكون في اخر الفيديو. فتابعوا معانا لاخر الفيديو. يا ريت الطفل يكون متابعني من خلال اللابتوب او من خلال الكمبيوتر عشان انا عايزاه يكتب، حضراتكم تكتبوا معايا كل كلمه بنقولها. طيب تعالوا كده نشوف معنى المراد. المراد معناها الهدف. المراد معناها الهدف. حبي معناها ايه؟ معناها محبتي. معناها محبتي. العباد معناها ايه؟ معناها البشر. تمام، المعاني موجودة مطالبين بيها. عيشي معناها دعاء بالبقاء. عيشي دعاء بالبقاء. كمان حرة طليقة. حرة معناها طليقة. عندنا كمان رغم معناها كره. بعد كده عندنا الجبين. احنا الجبين بمعنى الجبهة. بمعنى الجبهة. الجبهة هنا، دي هنا اهي. تمام، بمعنى الجبهة. طيب مكملين مع حضراتكم. بعد كده عندنا دفع بمعنى رد أو إبعاد. بمعنى رد أو إبعاد. الأعادي بمعنى المعتدين. الأعادي بمعنى المعتدين. اعتمادي بمعنى توكلي. توكلي. المجد بمعنى العزة. المجد بمعنى العزة. مقصدي بمعنى هدفي. الغريم بمعنى الغريم موجودة في سلاح التلميذ. اسلمي معناها كوني سالمة بعيدة عن كل شر. كوني سالمة بعيدة عن كل شر.
ده بالنسبة للمعاني اللي موجودة معانا ومطالب بيها الطالب بالنسبة لنشيد بلادي. عندنا دلوقتي المضادات كل عكسها بعض، وعندي حرة عكسها مقيدة، وكمان عندي أرض عكسها سماء، وعندي عندي النعيم بمعنى ايه بقى؟ أبقى عكسها ايه؟ عكسها الجحيم. عندي كمان المجد عكسها الذل. مهم جدا نهتم ب اسم الشاعر. اسم الشاعر هو عندنا ايه هنا زي ما انتم شايفين؟ اسم الشاعر يونس. ما اسم الشاعر؟ اسم الشارع عفوا. اسم الشاعر هو الشاعر يونس القاضي. الشاعر يونس القاضي. مهم جدا ان احنا نحفظ اسامي الشعراء لكل الدروس اللي احنا كل الشيد اللي احنا اخدناها. في كمان معلومه عايزه اقولها لحضراتكم قبل ما نتطرق للاسئله. بالنسبه لي يا جماعه الناس الدروس اللي هي للقراءه فقط اللي قالت لنا الوزاره ان هي مش هتيجي في امتحانات اخر السنه، مش هقول لكم ذاكروها، ولكن واحنا بنحل الامتحانات واولادنا بيحلوا الامتحانات لما يجي له نشيد الفراشات او ارض النخيل او ارض الذهب يحلهم ليه؟ يحلهم لان يا جماعه ممكن تجينا في القراءه المتحرره، ممكن برضو لو حابين تطلعوا عليهم موجودين على القناه الدروس دي برضو. يبقى احنا الدروس بتاعتنا اللي موجوده في الوحده الاولى هنهتم بيها، مش هنذاكرها ولكن هنحل عليها، ممكن نشوفها على القناه وعلشان بتجيلنا في القراءة المتحررة. كمان بنصح حضراتكم انتوا تعملوا كده بحث على الانترنت، تكتبوا النماذج الاسترشادية للغة العربية الصف الثالث ابتدائي ل 2016 الترم الثاني. هتطلع لكم نتائج فيها يعني فيها شوية نماذج عن القرائية اللي ممكن تيجي في الامتحان، والقراءة المتحررة اللي ممكن تيجي في الأولاد في الامتحان، سواء هي أو حاجات شبهها أو حاجات مقترحة بتكون بنفس الطريقة كده هوت الأسئلة بتيجي. فدي مهم برضو ان احنا نبقى اب تو ديت ونكون متابعين مع بعض، خاصه موضوع القراءه المتحرره ده جديد واول سنه ينزل السنه دي معانا في 2015 2016. وكمان بنصحكم انتوا تعملوا كده في كل المواد. في نماذج استرشاديه ان شاء الله احنا منزلين حل النموذج الاسترشادي بتاع الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، هتلاقوه موجود على القناه، ولسه فاضل نموذجين ان شاء الله هننزلهم لحضراتكم، وهتلاقوهم على صفحتنا على الفيسبوك ان شاء الله، نرفعهم على صفحتنا على الفيسبوك. وكمان في نموذج استرشادي للصف الثالث ابتدائي في اللغه الانجليزيه محذوف من 7 ويونت 8. فبرضه كل ده مهم ان انتوا تحصلوا عليه ان شاء الله، ننزله لكم على صفحتنا على الفيسبوك. دلوقتي هنشوف الاسئله بتاع درس نشيد بلادي. في عندنا قلنا درس سؤال واحد مش موجود في سلاح التلميذ، او طريقه جدا تعرفوها ازاي نحل معانا الاسئله اللي بتجيلنا على النشيد، لان انا حاسه ان في صعوبه على الاولاد في النشيد ده. السؤال بيقول، او في سؤالين مش موجودين. السؤال بيقول ايه؟ ما واجبنا نحو مصر؟ او في اكتر من سؤال على فكرة. ما واجبنا نحو ما واجبنا نحو مصر؟ ايه واجبنا نحو مصر؟ واجبنا نحو مصر ان ادافع عنها واعمل على تقديرها. يبقى واجبنا نحو مصر، واجبنا نحو مصر ان ادافع عنها واعمل على تقديرها. ما فضل مصر عليك؟ ما فضل مصر عليك؟ شربنا من مائها، شربنا ماؤها، شربنا من مائها، مياهها. تمام. شربنا من مياهها واكلنا من خيرها. عذرا على سوء الخط عشان البورد الالكتروني فيه صعوبة في الكتابة عليه. وتنفسنا من هوائها. طيب السؤال اللي وراه بيقول لك ما غاية الشاعر؟ ما غاية الشاعر
ما غاية الشاعر إبعاد العدو ودفع الغريم. إبعاد العدو ودفع الغريم. طيب ايه كمان؟ ايه كمان مش موجود معانا؟ بما وصف الشاعر، مش بما وصف بقى، ما افاد ذكر الشاعر مصر في البيت الخامس. ما افاد ذكر الشاعر مصر في الخامس. لو قال لي ما افاد الشاعر مصر في اي بيت من البيوت، هقول له ايه؟ هقول له حب الشاعر لبلاده. لايه؟ لبلاده. حب الشاعر، عفوا 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 على الخطأ اللي حصل ده. حب الشاعر لبلاده. لبلاده. تمام. نكمل مع بعض. ايه كمان الاسئله برضو اللي مش متكرره؟ ما فضل النيل علينا، والسؤال ده متكرر معانا في درس قطره ماء. فضل النيل علينا. ما فضل النيل علينا؟ من مائه نشرب. من ماؤه نشرب، ومنه نسقي الزرع. من مائه نشرب ومنه نسقي الزرع. السؤال كنت عايزه بقى اقول لكم ازاي ان احنا نجاوب على اسئله النشيد. فهو بيقول لما يجو هو مثلا جاب لي بيتين من النشيد وبيقول لي بما وصف الشاعر النشيد بما وصف الشاعر مصر في البيتين السابقين. هنقول ايه؟ وصف الشاعر مصر. اي بقى بيتين؟ احنا عندنا 10 ابيات. وصف الشاعر مصر، ونقوم بقى بدل ما نقول بدل ما نقول مثلا وصف الشاعر بلاده، هنقول وصف الشاعر بلاده. بدل ما هو بيقول بلادي احنا هنشيل بقى اليه بتاعه الملكيه ونحط هاء الضمير. هنقول مثلا وصف الشاعر بلاده بانها مثلا حبه وفؤاد. ويبقى احنا عملنا ايه؟ بنقول وصف الشاعر مصر ونشيل يه الملكيه، وبنحط مكانها يه الضمير. اي سؤال يجيب لنا كده اي بيتين ويسالني عليهم ويقول لي بما وصف الشاعر مصر او بما تحدث الشاعر عن مصر في البيتين السابقين، يبقى هنكتب وصف الشاعر او تحدث الشاعر، وهنشيل يه الملكيه وهنحط هاء الضمير. وبكده ان احنا ونكتب كل كلمه مكتوبه في البيتين مع ان احنا نحط ياء الضمير. وبكده نكون احنا غطينا تمام التمام الدرس الجزء الاولاني. وتابعوا معانا الجزء الثاني، معانا خرائط الكلمات وشبكه المفردات وعائله الكلمه وكلمات على نفس الوزن. هنغطي الدرس، هنخلصه المره الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.